هل برأيك اليوم نطوي فعلا صفحة جديدة بموضوع العلاقة الإسرائيلية اللبنانية؟ ما بعتقد طوينا شيء لأنه اللي صار إنه هيدي لقاءات خاصة. يعني أنا بزماني رحت على إسرائيل، قالوا لي أنت يعني شو جاي تتفاوض؟ بس قلت له أنا ماني مكلف من حدا. يعني أنا مبمون على مقاتل واحد، أنا جاي زيارة خاصة. وبالتالي التطبيع اللي عم يصير اليوم أو المحادثات خاصة. ليش؟ لأنه الدولة اللبنانية غير مسيطرة لا على سلاحها ولا على قرار الحرب ولا على قرار السلم. لهالسبب لا يعتبر هذا أي شيء له علاقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين، هي شيء خاص، مثل واحد لبناني بيروح بيزور إسرائيل أو واحد إسرائيلي بيزور لبنان. هيدي يعني علاقات خاصة، بناء جسور علاقات خاصة مع المجتمع والطبقة السياسية اللبنانية. بالنسبة لإسرائيل لا يعتبروا نفسهم أنهم يفاوضوا الدولة اللبنانية، لكن عم يسجلوا نقاط إعلامية. م? انه الشعب اللبناني مو كله موافق على الحرب، الشعب اللبناني في منه ناس بده يعمل سلام، يعني شيء بروباغندا دعائية تستفيد منها اسرائيل ويستفيد منها حزب الله باتهام السلطة انها خاينة. فالعملية التفاوض الحقيقي لوقف اطلاق النار عم تتم بايران، وليس في لبنان ولا بين اسرائيل ولبنان. هذا رأيي يعني، عفوا. نعم، يعني اليوم إيران هي من تعمل على وقف إطلاق النار في لبنان. وهلا بجوز يعطوها هذا الموضوع، لانه وقف اطلاق النار بحجه هلا انه اتصلوا رؤساء ببعضهم وحكوا مع بعضهم بيوقفوا اطلاق النار، لكن امريكا هي اللي بدها وقف اطلاق النار. وشو اسمه، ايران عم تتحجج بلبنان، رح يعطوها هذا النصر، انا بتصوري رح ياخذوه. يعني شفنا السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني بيقول نحن والدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية في خندق واحد لتحرير لبنان من النفوذ الإيراني وحصر إذا بدك يعني سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة والجزء الأساسي من الحكم في لبنان. زمانه بشير جميل كان عنده جيش إلى حد ما، نعم. وعنده الكتائب وعنده القوات اللبنانية، وعمل اتفاق من هذا النوع اللي عم يحكوا عليه يعني 17 ايار. وفات النظام السوري دفش واحد من الحزب القومي السوري، فجروه وقتلوه. واجا رينيه معوض كمان قتلوه، ما رضيوا الا بالهراوي اللي بيمشي على كيفهم. فوقت بتكون دوله مسيطره على دوله، كيف بدها اسرائيل يعني تساعدها لحتى تتحرر؟ بدها قوى على الارض، بدها فعل سياسي. بس ضرب ايران وتحجيم ايران بيفيدكم، بس بيفيدكم على المدى البعيد، اما على المدى القريب رح تاخذ ايران وحزب الله دفع جرعه دعم مقابل الحفاظ على الهدنه في الخليج. برأيك أنت التغير في لبنان منوط بأي محاولة لإسقاط النظام في إيران مجددا؟ في تعويل على آه، حالة من الفوضى بعد انتهاء الحرب في إيران داخل إيران تحديدا. يعني هن ماشيين الأولى بالأولى. اليوم رأس الأفعى هو إيران، عم يحاولوا يحجموه. إذا استفادت الأذناب شوي على حساب تحجيم الرأس ما عندهم مشكلة. يعني بالحساب الكلي تقديم شوية مكاسب لحزب الله بلبنان يعني لن يكون خسارة أمام اللي حيحققوه مقابله من إيران. اليوم التركيز على إيران بعدها الأذناب. إذا ضربت الرأس فالأذناب بشكل طبيعي بتموت. إذا حسنوا يوصلوا لتغيير النظام الإيراني كل هاي الأذناب راحت. إذا ما حسنوا يوصلوا لتغيير النظام الإيراني واكتفوا بمحاصرته رح يرجعوا يحاربوا عن طريق الأذنب. يعني هي هدنة مؤقتة، بيعطوا لحزب الله وقف إطلاق نار مؤقت وبيخترعوا أي مشكلة ليخرقوا بعدين. عرفت كيف؟ خاصة أنه دخلت تركيا على الخط، وقيادات حزب الله موجودة عند بحماية تركيا على الأراضي السورية، وهن ما حسنانين يفتحوا حرب مع سوريا وتركيا هلا كمان. يعني دخلت تركيا بطريقة يعني فادته كثير لحزب الله ولإيران. في قيادات للحزب موجودة بسوريا بحماية تركيا، شو عم بيعملوا هناك؟ كل القيادات الحزب وقيادات حماس موجودين على الأراضي السورية بحماية التركمان والإخوان المسلمين على الأراضي السورية الممتدة من جنوب حمص لشمال دمشق بمنطقة القلمون. نعم. شو عم بيعملوا دكتور بسوريا وليش بسوريا؟ حماية، عندهم هن بنية تحتية، كان عندهم مغر وكان عندهم مستودعات، وكان عم يحضروا القلمون ليكون دولة حزب الله على الأراضي السورية، ويشتغل فيها شو ما بده، ما تعود الدولة اللبنانية تأثر عليه. لكن هذا الموضوع أفشل.
اليوم التركي عم يحاول انه يعمل يفتح جبهة الجنوب، عم يحضر اليوم لجبهة الجنوب. اليوم نازل على الجنوب السوري يعني مضادات جوية تركية، ونازل قوات صواريخ ووحدات عسكرية، وعم يرجعوا يحشدوا الجيش بالجنوب يعني. ما عادت الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل سارية المفعول، والإسرائيلي ساكت يعني ناطر لحتى نعم. يعني يشوف لآخرته لوين. إيه بس في طبشة، في مواجهة، المواجهة الأكبر ستكون بين تركيا وإسرائيل على الأرض السورية. هذا الشيء يلي لمح له وزير الخارجية حقان فيدان ب حواره أو بكلامه الأخير، خصوصا وقال أن سوريا حتكون ساحة المواجهة الكبرى في المرحلة المقبلة بالنسبة للإسرائيلي. هل كان بيقصد الوجود التركي في سوريا، ولا فعلا في شيء بسوريا أو رئيس أحمد الشارع هو من سيقوم بمواجهة الإسرائيلي؟ الله يعينه أحمد الشرع. أحمد الشرع لا بيحسن يواجه إسرائيل ولا شيء، لكن أجبر على هذا الموقف. عرفتوا كيف؟ وهلا عاملين هجوم علينا كلياتنا، نحن انصار السلام. عاملين هجوم فظيع بالنت وبالكذا والاخره. نفس الفريق يعني، الفريق اللي بده يورط سوريا بحرب مع اسرائيل ويخسر في النهايه، يخسروا تركيا ما بيخسروا سوريا. يعني مشكله. مثل وقت حركوا حماس، حركوا حماس الإيرانيين قاموا خسروا إيران. وهلا هيك التركي بيحرك النظام السوري بيقوم بيخسر مو بس سوريا، بيخسر تركيا أيضا. يعني أنت حابب تشوف الدبابات السورية بحي المزة، الدبابات الإسرائيلية؟ يعني ما بعرف كيف 8 كيلو متر بعد عن القصر الجمهوري برا. يعني شو عم تعمل أنت؟ شو عم تشتغل؟ شو عنا نحن نقاتل؟ يعني فظيع كيف بيحسبوا حساباتهم، ما بعرف. يعني الحصد يلي عاشته سوريا بهذه الفترة أنه هي بعيدة عن المشهد المشتعل من إيران إلى العراق واليمن والخليج وحتى لبنان وإسرائيل، ستكون هي الجبهة المشتعلة الوحيدة في المرحلة المقبلة. تجربتي أنا إنه اللي بده يخسر واللي بده يفشل بيروح بحالف التركي. التركي بيخسر وبيخسر، بيخسر حاله وبيخسرك. تركيا بيخسر بسوريا بالمواجهة الإسرائيلية. بعد أن يضحي بعدد كبير من الشعب السوري. يعني اليوم شو بيفرق تركيا عن الإيراني بهذه المعادلة؟ برأيي ما بيفرق شيء. يعني تكررت نفس الغلطة مم. طيب قد إيه جايز؟ والحسابات الخاطئة نعم. نفسها. قد إيه جايز نعم. اليوم دكتور المقاومة في جنوب سوريا لتكون فعلا عندها فعالية؟ وهل يكفي خط الإمداد الاستراتيجي من تركيا لتبقى صامدة في حال رحنا على مرحلة استنزاف طويلة؟ وهل فعلا الإسرائيلي قادر على حسم ال يعني في حال صار في أي مواجهة بشكل سريع؟ اليوم بعد أن استلموا السلطة صار هدفهم المصاري، هدفهم الجاه، هدفهم العقارات، هدفهم الآخرين. ما عاد هدفهم جهاد. أي منظمة بتستلم السلطة بتسترخي وتبحث عن المال. الحقيقة الشعب السوري منه بوارد اليوم وانه يروح يقاوم ويحقق قضايا قوميه وقضايا مدري شو الى اخره يعني. عم يدور على الكهرباء، عم يدور على نيمة الغاز، عم يدور. ما في زخم شعبي لهذا مم. الاتجاه. عرفت كيف؟ ولا استفزت اسرائيل كرامه الناس وحلقت لها دقونها مثل ما بيقولوا شواربها وقتلت اطفالها والى اخره. اسرائيل عم تحيد المدنيين كثير يعني بسوريا. لهالسبب ما في زخم شعبي يدعم هذه المقاومة. في دعم خارجي وتمويل خارجي وتوريط. أنا برأيي في توريط لأحمد الشرع ولا تركيا في سوريا من أجل إخراجهم. هيدي الخطة العسكرية اللي عم يحكوا عليها، هيدي هي توريط من أجل الهزيمة. لأنه ما قدامهم هي اللي بدها تقاتل تحت بالجنوب إلا أنه تكون أهداف للمسيرات. نعم. بس رح يطلعوا لها مسيرات تستهدفها واحد واحد. عرفت كيف؟ وبالتالي ما قدامك إلا أنك أنت تموت بدون أن تفعل شيء قبل ما تشوف الجندي الإسرائيلي. لهالسبب أنا ما بقول سوريا غير قادرة أنه تتصدى، لكن بالظرف الحالي وبالطريقة الحالية والحشد الحالي دخول مغامرة عسكرية مع إسرائيل يعني معناتها تقدم سوريا على طبق من فضة لإسرائيل. ممكن هون يتم استخدام الفصائل الأجنبية بمواجهة الإسرائيلي، وبيكون في عصفورين قل بحجر واحد. قل لي، يعني عم تخوفني بالأجنبية؟ الأجنبية تجار وصحاب أصحاب عقارات وصار بدهم بزنس يعني ما تخوفني فيهم. ما بيفرق الأجنبي عن السوري.
عرفت شلون؟ انه اذا اجنبي معناتها مقاتل، انه اذا جهادي اسلامي معناتها لا سيدي. اللي قاتل اكثر شيء قاتل بسوريا واثبت قدره هو ابن الارض، الفلاح اللي قاعد بارضه. الريف السوري هو الذي اثبت اكبر قدره على القتال والصمود. عندنا بالزبداني كل واحد مات قدام بيته لم ينسحب، مات على درج بات بيته. عرف شلون؟ ما رضوا ينسحبوا. هي الناس اللي قاتلت، وهي الناس اللي طلعت بالثورة. الحرفي ابن العشيرة، ابن الأرض، هن اللي المقاتل الحقيقي بيكون عم يقاتل عن شيء حقيقي، عن بيته، عن أهله، عن نسوانه. كل شيء مقاتل أيديولوجي انسى، هذا كله مرتزق. كل شيء بيتبع الأيديولوجيا هذا مرتزق ويحرك الدغماء. بيهجموا بيهجم، بينهزموا بيهرب. هدول قطيع، القطعان لا تقاتل. لا تقاتل دكتور، ولكن ممكن تكون في الصفوف الأمامية في حال تركي فعلا أراد أنه يلعب هيدي اللعبة على الأرض السورية. يعني أبو عمشة وأبو حمزة وكل هيدي الفصائل، آه، يعني ليش بتستبعد أنه تكون موجودة بهيدي المعركة أو بهيدي المواجهة؟ معرفتي بأبو عمشة أنا إنه أذكى بكثير من إنه يورطوه بهيك شغلة. يعني بزمان طلبوا منه إنه ينزل يقمع المظاهرات، قام قال لهم أنا ما بنتحر وما بعملها. يعني تصور قديش فاسد هو وقديش كذا، ما بيعملها، بيفهم. لا تخيل الشعب ولا هي الناس انه مو ذكيه وما عارفه شو عم تعمل، انه بتندفش. عرفت كيف؟ بالعكس شعبنا يعني بفتح بالمازوت، مثل ما بيقولوا. مرق عليه كثير وبيعرف يكذب وبيعرف وبيضحك على العالم وبيضحكوا عليه. ما بينضحك عليه الشعب السوري، ما بينضحك عليه. حتى الجماعات الجهادية رفضت تروح على الحدود اللبنانية، قالت لهم انتم بدكم تخلصوا منا. رفضت تقاتل قسد، قالت لهم انتم بدكم تخلصوا منا. نحن جينا ساعدناكم وما رح نطلع، بدنا نعيش هون، هي بلدنا صارت. يعني عندهم شاطرين، يعني منهم سهلين.